الحمد لله. الحمد لله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله على ما أولانا من النعم وعلى ما أغدق علينا من موائد الكرم. نحمده سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه جل جلاله. وأصلي وأسلم على النبي الرحمة هادينا من الظلمة والسالك بنا إلى طريق الجنة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أقمار الدجنة. ثم أما بعد، فإننا في موائد الكرم وفي محلات تنزل المنعم جل جلاله في حضرة سيدي الشيخ ضفع الله الصايم ديما، الذي نظر حياته للدعوة إليه وللإرشاد له جل جلاله. ولا شك أنه كان ذلك دأبه وذاك شأنه إلى أن لقي الله وهو على ذلك، فرضي الله عنه وبارك لنا في خليفته والداعي إلى سبيله والناطق بحاله والداعي إلى منهجه المؤيد المسدد الخليفة سيدي الشيخ أحمد. بارك لنا في أتباعه، بارك لنا في مسيده، وبارك اللهم في دعوته حتى تبلغ أرجاء المعمور بفضلك يا حي يا كريم. ولا شك الأحبة الكرام أن الحق والباطل في صراع منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم، فبغى الأخ على أخيه، ولا زالت الدعوة تبتلى في مسيرها للدرجات العلى بمن كان في قلبه حسد، والحسد كما قال العلماء لا يبرأ والعياذ بالله. وقد كان سيد الخلق وإمام الحق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين إلى أن نطق بما تفضل به الرحمن الرحيم فقالوا كذاب. وكما وصفه الحق سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك، استيقنت قلوبهم وعمرت بأنه هو الصادق، ولكنها أمور الدنيا والحسد الذي كان صلوات ربي وسلامه مبرأ عنه، فهو يغفر لهم حتى يخرج الله سبحانه وتعالى من أصلابهم من يعبده جل شأنه وتبارك. وكانت الدعوة في مسيرها القاصد إليه سبحانه تبتلى بأنواع من البلايا وضروب من الرزايا، كيف لا؟ وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه قد ابتلي، وقد أوضح لنا أن أشدنا بلاء الأنبياء ثم الأمثل والأمثل، وإن البلاء هو علامة الاتباع، وإن العسر هو مظنة اليسر، وإن الكرب يفضي إلى انتهاء الصعب. ولذلك فإن من نصره الله لا يقدر غيره على أن يخذلوه. نحن في هذا المكان المبارك نسعد ونفرح بما من الله سبحانه وتعالى
على مولانا الخليفة الشيخ أحمد وعلى أتباعه وعلى التصوف أجمع، بل على المسلمين عامة، بنصر وتوفيق وتسديد وتأييد. وجهت بعض أصابع الاتهام الظالمة إلى مولانا الشيخ الريح الذي هو مؤيد وفي مظلة هذا السوح المبارك الطيب بتهمة الدجل والشعوذة. الأحبة الكرام، الدجل والشعوذة هذه مسألة عجيبة وغريبة. إن سألنا عنها قالوا في القانون، والقانون غير معصوم من الخطأ ومن الزلل، لأن الدجل والشعوذة شيئان مختلفان متغايران. يقول السحر والشعوذة نقول مرحب، نقول الدجل والتدليس نقول مرحب. أما الدجل والشعوذة فيظاهر أن الذي وضع النص لا يعي المسألة، لأن لديه خط. ثم كيف بأئمة الهدى وأرباب الدعوة أن توجه إليهم أصابع التشكيك تحت مظلة الدجل والشعوذة؟ هذه التهم إنما توجه لمن لا يدين بالله جل جلاله، لأن الساحر كافر. أهل التصوف ليس بمنأى عن القانون، نحن تحت طائلة القانون، ولكن نحن لا نرضى أبدا بالإهانة وبالذل، ولا نرضى بأن تتوجه إلينا أصابع الاتهام بغية التشنيع وبغية التبديع، لا نرضى بذلك أبدا. سيدي الشيخ غريب الله قال: ثق بالكتاب وبالحديث من النبي، لا تعتقد في ساحر ومنجم. إن جئته تشكو عناء قال ذا مس من الشيطان، هات وسلمي فأنا الطبيب بكل داء حاصل من مس شيطان وعين الآدم. نحن لا نؤيد السحر والشعوذة أبدا بحال من الأحوال، ولكن في مبتدأ الأحاديث ثق بالكتاب وبالحديث من النبي. الذي كان يفعله مولانا الشيخ الريح إنما كان قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم. التدليس بينهما فرق خفيف، وأما الفارق بينهما وبين السحر والشعوذة أمر عجيب بعيد. نحن نرى الآن في الساحة في الإعلام توجه أصابع الاتهام للسادة الصوفية، الدجل والشعوذة. ومن عجيب الأمر أن الذين كانوا بالأمس ينكرون العزيمة الآن لهم أماكن للعزيمة وسموها الرقية الشرعية، وكأنه الناس الثانيين بيرغلون برقية غير شرعية، وهذا تشكيك في دين الله. لأن لما نقول الرقية يعني رقية شرعية، ما عند المسلمين رقية شرعية ورقية شركية، ولذلك هذا المسمى مسمى بدعي، دي بدعة ذاتها. أول ما أحد يقول لك رقية شرعية يعني إيه؟ مرادف للرقية الشركية، وأهل الشرك ما عندهم رقية يا جماعة بالقرآن. لذلك كل ما لقوا واحد من المشايخ بيتلو قرآن يقولوا له ها أنت مشعوذ، أنت دجال. هذه مسألة عجيبة وغريبة، لأن مؤداها إلى ترك الكتاب والسنة. نحن تحت دائرة من الله وفضله علينا بالنصر، وينصرك الله نصرا عزيزا. ينصركم الله فلا غالب لكم
إذا جاء نصر الله والفتح إن تنصروا الله ينصركم. نحن نصر من الله وفتح قريب. لذلك نحن في عطايا، في هبات، ما جعل الله هذه الابتلاءات إلا لرفع الدرجات. والحق أن هذه القضية قضية طال بها الأمل، وقد تفضل المولى سبحانه وتعالى أن يكون النصر على يدي مولانا الشيخ الخليفة أحمد، لأنها طالما رفعت شكاوى لأولي الأمر في الدولة، نشتكي من جود الجائرين ومن ظلم الظلمة، فلم يكن هناك من مجيب، ولكن الله سبحانه وتعالى الحق المجيب قد أجاب دعوة هذا الداعي شيخ أحمد المؤيد من أبيه، من أجداده وأسلافه، ذرية بعضها من بعض، وكان أبوهما صالحا. أجاب دعوة أهل التصوف أجمعهم، وسدد الخطى أجمعها السائرة في طريق الحق والرجعة إليه سبحانه، بأن جعل هذه الابتلاءات لرفع الدرجات. نقول إن الحكمة من هذه المسألة هي التمحيص. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الابتلاءات، لا بد من التمحيص. وموضوع هذه المسألة هي الصراع بين الحق والباطل، وأما النتيجة والثمرة فهي ما نحن عليه الآن من المحبة والمودة والتزاور والتآخي والتحابب في الله والزيارة فيه سبحانه وتعالى، والاجتماع على ما يرضيه والبعد عما نهى عنه سبحانه وتعالى. نقول للجهات الأمنية: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نقول للجهات العدلية أنه لا بد من أن يكون العدل على كلا الجهات، ساريا في كل الجهات. أهل التصوف الآن قد برهنوا على أنهم تحت طائلة القانون، ولا بد للآخر أن يبين أنه تحت طائلة القانون، ولا بد للجهات العدلية أن ترينا ذلك كذلك. جهات كثيرة خرجت، رغام من أهل التصوف طارت من أهل الإرهاب، وإلى الآن لم يتم القبض عليهم. قباب هدمت لم يتم القبض على الجناه، مساجد خربت لم يتم القبض على الجناه. لا بد أن يجري العدل على كل الجهات. أكثر من 90 قضية لأهل التصوف إلى الآن ما تمت ولا واحدة، ولا الشرطة قبضتهم، ولا النيابة أدانتهم، ولا القضاء حكم عليهم، ولا القانون طالوا. ليش؟ نقول لقادة هذه البلاد أن الأمر قد كثر، وأن التداعيات قد توالت، فارفعوا المظالم وأتموا العدل وأقيموا القسط والوزن، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. والفاتحة عند مولانا الشيخ. جزاكم الله خير، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. الدار داكم إن شاء الله، ربنا ينصركم، ربنا يصلكم بالخير إن شاء الله، ربنا يزيدكم إن شاء الله، ربنا يقويكم. اللهم اجعلنا إخوانا متحابين في الله حتى نبارك على العهد والبيع لا مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين. فاتحة لمولانا الشيخ محمد بن معاوية.
اللهم اكرمهم ولا تهينهم وزدهم ولا تنقصهم واثرهم ولا تؤثر عليهم يا رب العالمين واعطهم العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير يا رب العالمين. فاتح لها على التصوف جميعا وعلى الطريق جميعا. ربنا عز على الطريق وربنا ينصر على الطريق ان شاء الله. ابونا الشيخ مريم الله وخلفائه جميعا اللهم انفعنا بنفحاتهم وسيرنا في سيرهم وزرنا في سلكهم واجعلنا معهم في الدنيا والاخره يا رب العالمين. الصالحين جميعا انفعنا بهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. جزاكم الله خيرا.